المسلسلات والافلام المصريه كل شويه تتحفنا بمشاهد اسوأ من اللي قبلها، اداءات تمثيليه رايحه في داهيه، اخراج غريب، افكار اغرب. كل ما اقول ان المشاهد الغريبه في الافلام والمسلسلات المصريه خلصت الاقي مشاهد اسوأ من اللي قبلها مليون مره، وعلشان كده عملنا الجزء الرابع من اسوأ مشاهد في تاريخ الافلام والمسلسلات المصريه اللي تضحك عليها من كتر الغباء والتفسخ. والله انا كل ما اقول ان المشاهد المنيله بنيه دي انتهت يطلع لي مشاهد اسوأ منها مليون مره. بعد في المركز العاشر اسوأ مشهد رياضي شفته في حياتي. سؤال: بما تفسر الرياضه الغريبه اللي بيقوم بيها الفنان علي الحجار وهو لابس البنطلون الكستور المقلم بالطول والفانيلا الجل الحمالات؟ 23 24 25. لا ده كده حامل وبتسقط. ايه اللي انت بتعمله ده؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي. إذا الشعب يوما أراد الحياة. نفسي اعرف البطوله الرياضيه اللي انت رايحها دي بطوله رياضيه في معرض الكتاب؟ طب المفروض بقى ان انت بتشجعنا ان احنا نلعب رياضه، المفروض نشوف تاثير الرياضه. ايه الفورمه دي؟ فورمه رياضيه دي. أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل. وده ضغط ولا متوازي ده يا فنان؟ الشعب يوما. إذا الشعب يوما. دي دمبلز بالله عليك، دي دمبلز. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. جولدز جيم يبكي في الزاوية لما شاف المشهد ده. بذاكر وبتمرن واديكي شاهد اهو حضرتك عشان تقولي لها دي احدث طريقة في المذاكرة. طب بعد كل التمارين دي حضرتك ايه نوع الرياضة اللي انت بتلعبها؟ هو اللي فوق ده؟ ايوه. لا حضرتك دي كده مش سباحة، دي رياضة القفز في الترع والمصارف. بغض النظر عن الهبل اللي موجود في المشهد ده، وعلي الحجار بينط منها على المنط في جول بتاع كرة قدم. جول ده موقعه ايه في السباحة؟ هل هو نط في ملعب كورة؟ انا كده اطمنت قوي على المستقبل الرياضي لشباب مصر. وفي المركز التاسع معانا الفنان احمد عبد العزيز بيدينا درس لذيذ في ضبط النفس ومنع الغضب والتحكم في الذات. انت ايه اللي رجعك تاني يا احمد للبودرة؟ مش عارف. يعني ايه رجعت وخلاص بعد ما كنت اتعالجت؟ يعني ايه؟ مش لاقي حاجة تعملها ليه يا احمد؟ رد عليا. رد عليا! يعني ايه مش لاقي حاجة تعملها؟ مش لاقي حاجة تعملها ليه؟ ما بتتاكلش؟ يا تسافر؟ يا كل عمي يا خائن يا عمي يا عدو الوطن عمي. ودي رسالة من صناع العمل لمحبي التربية الإيجابية وضبط النفس، ولما أي حد يضايقك إزاي تكتم غضبك. عذرا قد حضر العو، عذرا قد أكل الجو. في المركز الثامن معانا رسالة من الفنان محمد رياض لكل الشباب اللي بتعلق على السويت شيرت الاسود طول فصل الشتاء وبتبطل تقلعه في أي مكان وفي أي ظرف. خد مثل أعلى ليك الفنان محمد رياض وهو لابس ترنج الغريب ده. أنا مش فاهم إيه سر حب الفنان محمد رياض في الترنج الغريب ده، واللي ظهر بيه في 3 أعمال عمل فيهم سنة 93 وهو أبناء ولكن، وعملين في سنة 96 نصف ربيع الآخر ولن أعيش في جلباب أبي. ما شاء الله ترنج إيه مسافر عبر الزمن مكمل معانا. والله أنا ما عارف ده يتفاؤل بالترنج مثلا إن ده سر نجاح الفنان محمد رياض، ولا هو ما عندوش غيره، ولا بيحبه حب فظيع، ولا جاي له هدية. وليه يا جماعة ما حدش بيشترك في القناة؟ ما انتوا بتشتركوا في قنوات ناس تانية. خلونا ننشر محتوى مختلف بدل محتوى البودكاست ومحتوى كولابس المكرر. فما عند اذنكم ما تنسوش اشتركوا في القناة تحت، ولو بعد فيديو او 2 ما عجبكوش الفيديوهات دي الغي الاشتراك ما بيلزقش يا راجل. وفي المركز السابع معانا نفسي اعرف المخرج كانت دماغه فين والمشهد ده بيتصور قدامه. فنانة هالة فاخر قاعدة مع سوسن بدر بتقول لها خدي ال1,000,000 جنيه دول. هي ابويا باعت لك ال1,000,000 جنيه دول. قولي للحاج كتر خيرك. انت ايه ال1,000,000 جنيه العشرينات دي حضرتك؟ ابويا باعت لك ال1,000,000 جنيه دول. والله فعلا زمن الفن الجميل، ال1,000,000 جنيه كان فيها البركه. في المركز السادس معانا مشهد يثبت لك ان السكينه اختراع حديث. انا اللي قتلت سرحان ده. سمعته بيكلم صاحبه في التليفون مديله ميعاد في بار سيسل. رحت هناك استنيته لحد ما طلع ومشيت وراه وضربته بالجزمه في بطنه. قتلته. جزمه في بطنه. وضربته بالجزمه في بطنه. قتلته. يعني هو مشهد قديم بس مش للدرجه دي. وضربته بالجزمه في بطنه. قتلته. وقتلته ليه؟
في المركز الخامس معانا والفنانة نهال عنبر، وكيف تتعلم الإنجليزية بدون معلم، بدون مدرسة، بدون كورسات، وبدون إنجليزي. مش عاوز تبيع الفيلا لازم تتباع، وبتمنها نقدر نعمل مشاريع في امريكا. دي مش محتاجه تكتيت. تكتيت ده كده إنجليزي حضرتك؟ مفيش حاجه تخلينا نعيش في كايرو. ادم هو اللي هيعيش في الفيلا. كلاس كمان اكدت الكلام. انت غريب كمال، انا مش فاهماك كمال. احنا وصلنا هنا وانت بتغير، الوقت بيمر، البوليس هيتصرف. حضرتك دمرتيلي اللغة بالكامل عندي. ليه مش عاوز تبيع الفيلا لازم تتباع. انا كلاس بعنا انت كده بتضايق نفسك، انت كده تكسب كتير. يا جماعة بقولها الفيلا بقى وخلونا نخلص من القرف ده. المهم عندي هو يو. المهم عندي هو يو. ماشي. اكيد المصلحه انا وانت واحده. انت الوحيد اللي ممكن تحل البروبلم دي. انا كسرت كتير ويو لازم ترد. يا نهار وجع بطن. انت غريب كمال، انا مش فاهماك كمال. انا كلاس بعنا المهم عندي هو يو. فظيع في الانجليزي، فظيع. مشهد رقم 4 معانا، واوعى تفتكر ان الفنانة نهال عنبر قوية وماهرة في الانجليزي فقط، ولكن قوتها الحقيقية مكمونة في الثبات الكامل على المبدأ مهما كانت المغريات. انا بصي واحد تاني غير عباس، هو انا لاقي زيه؟ الاستاذ محرم صاحب المرحوم جه. عباس مات يا محرم. تتجوزيني يا ناهد؟ ايه ده نعمة، حضرتك بتفكري اصلا؟ مش عارفه انا وافقت يوميها ازاي والله يا محرم. يا فنانة كده خشي عيشي حياتك بقى وانبسطي وتشخلعي وتدلعي يعني. انا بصي واحد تاني غير عباس، هو انا لاقي زيه؟ وفي المركز الثالث معانا الفنان محمود ياسين والفنان فاروق الفيشاوي، اللي اثبتوا لنا ان صوت البنية يختلف تماما عن اي صوت بنية ممكن تتخيله في حياتك. برضه هتخسر. اللي برضه هتخسر؟ انتوا بتلعبوا بلاي ستيشن يا اساتذة. مش قلت لك اني عمري ما خسرت؟ هارد لك يا استاذ عبد الغني. يا اساتذة كبروا مش كده. يا الله يا رب نخلص. يلا خش دورك. طب يا مخرج نقطة دم، ايه البواني دي كلها ومفيش نقطة دم واحدة؟ ايوه كده اديله يا استاذ محمود. شكرا يا استاذه رغده انك خلصت لنا المعركه المخيفه بين الصابونه والليفه اللي احنا بنتفرج عليها دي. وفي المركز الثاني معانا اسوأ اداء درامي حزين شفته في حياتي في تاريخ الافلام والمسلسلات المصريه. ليه مش عايز تصدقني اتغير؟ ده كده عياط يعني؟ ليه مش عايز تحس بيا؟ حس انت بينا، حس بمرارتنا اللي بتتفقع، ابوس ايدك. انا جوايا جرح غويط اوي عمال بينزف. انا جوايا جرح غويط اوي عمال بينزف. يا جماعه حد يشوف لها ورشه تمثيل بسرعه. احمد زاهر وهو بيطبطب عليه عايز يضحك، والله عايز يضحك بس ماسك نفسه. ليه مش عايز تحس بيا؟ غول تمثيل، الله اكبر عليكي ما شاء الله. صراحه اداء عظيم جدا من الفنانه، يعني لا يضاهيه في العظمه والذكاء غير اداء الفنانه فتحيه السيسي اللي بتعمل فيديوهات المترو الخط الثالث. عزيزي الراكب، برجاء الالتزام بتعليمات الهيئه العامه لمترو الانفاق. والله مش سخريه، والله بيك فان يا فنانه والله. وفي المركز الاول معانا وبلا منازع ابرد تاني فنان شفته في حياتي. انا بحب واحد تاني غيرك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ انا كنت على علاقه حب بمعيد كان بيدرس لي في الجامعه. بابي ومامي عارفين بالعلاقه دي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ وكان المفروض انه من اكتر من سنه كان هيجي عشان يتقدم لي ويخطبني من بابي ومامي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ تفاعل شويه، تفاعل معانا حضرتك، اسخن كده. لكن قبل ما ده يحصل حصل بيني وبينه خلاف. انا كنت في حاله ومرحله مش كويسه. انت جايه تقولي لي الكلام ده وفاضل على حفله خطوبتنا اقل من 10 ايام؟ يا كابتن يا فنان دي بتخونك يا سيد الكرامه يا محترم. في الفتره اللي فاتت دي حصل بيني وبينه اتصالات ومقابلات، ورجعت علاقتي انا وهو زي الاول ويمكن اكتر. والقاعه اللي اتحجزت والمعازيم اللي اتعزموا. مش مهم تولع الكرامه في داهيه، المهم القاعه اللي اتحجزت والمعازيم اللي اتعزموا طبعا معروفه. للاسف مش هينفع. ما فيش حاجه في الدنيا تجبرني اتجوز واحد وانا بحب واحد تاني غيره. انت جايه تقولي لي الكلام ده وفاضل على حفله خطوبتنا اقل من 10 ايام؟ تصدق كان المفروض تقول لك قبليها بوقت كافي، يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيحصل فينا.
ليه بقول لك ان ده ابرد تاني فنان شفته في حياتي؟ لان ابرد اول فنان شفته في حياتي هو اللي هتلاقيه موجود في الفيديو ده، عن اسوأ 10 مشاهد شفتهم في حياتي، فيهم بقى المشهد بتاع المركز الاول بقى الابرد فنان شفته في حياتي، ابرد من الراجل ده كمان. ادخل بص عليه بصه، واشتركوا يا جماعه في القناه بعد اذنكم ما تنسوش. بدل ما انتوا زهقانين وبتقولوا ان محتوى اليوتيوب بقى مكرر، ادينا بنحاول نعمل حاجه مختلفه اهو، حاولوا ادعمونا شويه. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.